بمناسبة حفل تخرجك مين الشخص اللي حابة تشكريه بهاليوم؟ ماريا طيب. الوالدة والوالد وكل المجموعين هون وعلى راسي للأوادم. الحمد لله اني خلصت ما عاد تشوفوني. السلام عليكم. بمناسبة حفل تخرجك مين الشخص اللي حابة تشكريه بهاليوم؟ أهلي، هذا أول شيء. طبعا هن كانوا الداعم الكبير كتير إلي. أساتذتي ورفقاتي طبعا ماروريتي أكتر شيء، وحمودة. إسا في كمان عبد الله وكنانة، هدول كانوا أكتر أربعة هيك صمصوم قلبي. عندي اول شيء امي، كانت انا وعم بتخرج انا وعم بدرس تجيب لي فنجان القهوه، فهذا الشيء كان اكثر شيء مؤثر فيني. وبي الشخص الثاني كنت انا وبنزل على السياره عشان الساعه 7:30 بايام التقديم بيلحقني بكبايه معبيه تمر كرمال يعطيني موتيفيشن وهالقصص. وفي شخص اكيد حيشوف هذا الفيديو له تاثير كتير كبير بحياتي، فالشخص خلاص بيعرف حاله بالفيديو. بمناسبة حفل تخرجك مين الشخص اللي حابة تشكريه بهاليوم؟ ماما، لأنها وقفت معي بكل المراحل اللي حسيت بدي حدا يدعمني فيهم. اكيد انا بدي اشكر كل اهلي، لان لولاهم ولولا الوقفه تبعيتهم ما كنت انا وصلت لهون ولا كنت بهذا اليوم يعني. بمناسبة حفل تخرجك مين الشخص اللي حابة تشكريه بهاليوم؟ أول شخص هو أختي، من بعده ماما وبابا، وأكيد عائلتي يعني اللي دايما كانوا واقفين حدي كل السنة. فعن جد ثانك يو. ماما وأنا ومدرسة البيان. امي لان وقفت معي وساندتني كثير وكانت عم تتعب معي يعني. بمناسبة حفل تخرجك مين الشخص اللي حابة تشكره بهاليوم؟ امي وابي واخواتي ورفقاتي بس. اكيد امي الوحيده اللي ضلت معي من اول السنه للاخر، وانا بحب اتشكر كثير والله يخلي لي فوق راسي على طول. هي الوحيده اللي دعمتني كل السنه، والله يرضى لك على كلمه الله يرضى لك على كلمه الله يرضى لك. وانا نجيت من 100 حادث من 100 شيء بس من كلمه الله يرضى لك. الله يخلي لي اياه ويطول بعمرهم. أهلي وخصوصي أمي وبيي وأساتذتي ومنهم مدام ناتالي وزينب ورفقاتي بشكل عام كلهم بحب أتشكرهم كثير. بمناسبة هيدي الحفلة بشكر أمي وبي أكيد كمان، بس عن جد أمي كانت دايما دافع لي بكل شيء حرفيا، وهي كانت تسألي كل شيء. وهيك في أشياء كان لازم أنا أعملها حرفيا، بس هي كانت توجهني عليها، كانت تنورني عليها أكتر وأكتر. فعن جد ماما بشكرك من كل قلبي، وحياة الله بشكرك من كل قلبي من هلا لحتى أموت. مش رح أقدر يعني رد لك هالمعروف أبدا، وإن شاء الله بحقق لك حلمك يا رب.